السلام عليكم متابعينا الكرام، وهذا هو العنوان الأبرز. فضيحة من العيار الثقيل، هروب 6000 مواطن كانوا محتجزين بالبوليزاريو إلى موريتانيا. كل التفاصيل في هذا الفيديو، لكن قبل أن نبدأ يرجى الاشتراك في القناة ودعمنا بزر اللايك ليصلكم كل جديد. وجد عدد من المواطنين الصحراويين القابين في مخيمات تندوف الانتخابات البرلمانية والجهوية والبلدية التي تجري حاليا في الجمهورية الموريتانية فرصة للهروب من جحيم المخيمات والحصار الذي تفرضه جبهة البوليزاريو عليهم. في هذا الإطار، كشفت وسائل إعلامية موريتانيا أن جبهة البوليزاريو سمحت لعدد من الصحراويين القابعين في مخيمات تندوف الذين يمتلك أغلبهم وثائق مدنية موريتانيا بما فيها جواز سفر وبطاقة التعريف الوطنية التي تخول حاملها المسجل في اللوائح الانتخابية التصويت في أي انتخابات تجري في موريتانيا، سمحت لهم في مغادرة المخيمات. وأكد المصدر ذاته أن سماح جبهة البوليزاريو للصحراويين الموريتانيين الخروج من المخيمات وعبور الحدود المشتركة بين ولاية تندوف وولاية أزويرات الموريتانية سببه دعم المنطقة المدعومة من الجزائر مرشحين من اليسار الموريتاني يعرف عنهم دعم الأطروحة الانفصالية في المنطقة. لذلك جيشت قيادة المخيمات الصحراويين ودعتهم إلى التصويت على اليسار في الانتخابات الموريتانية. إلا أن الرياح تجري بما لا تشتهي قوارب البوليزاريو، حيث إن عددا هاما من أولئك الصحراويين القادمين من مخيمات تندوف يستغلون حجة التصويت في انتخابات موريتانيا لمغادرة جحيم المخيمات دون رجعة، حيث يبقون في موريتانيا لترتيب العودة إلى المغرب وفق المصدر ذاته. وفي الإطار ذاته، كشفت صحيفة الأنباء الموريتانيا أن أزيد من 6000 مواطن صحراوي من ساكنة مخيمات تندوف استغلوا في فترات سابقة فرصة التصويت في الانتخابات الموريتانية من أجل عدم الرجوع إلى ما أسمتها تلك المصادر جحيم مخيمات تندوف. إلى هنا وصلنا إلى نهاية الفيديو، ونشكركم على حسن المتابعة.